السلام عليكم. أهلا بكم في تقديمات أبو الفتوح نادر. النهاردة هنسافر سوا لأكثر من 500 سنة فاتت لأرض الأسرار والعظامة، أرض الحضارة الفرعونية القديمة. الحضارة الفرعونية مش بس أهرامات ومعابد، دي كانت واحدة من أقدم وأقوى الحضارات في التاريخ. المصريون القدماء بدأوا حضارتهم على نهر النيل، واستغلوا فيضانه السنوي عشان يزرعوا ويبنوا دولة قوية. تخيل إن من آلاف السنين المصريون بنوا الأهرامات من غير معدات حديثة. الهرم الأكبر في جيزة لسه لغاية النهاردة من عجائب الدنيا السبعة. كمان كان عندهم علم متقدم في الطب والهندسة والفلك، سجلوا معلوماتهم على جدران المعابد وبرديات البرد، وكتبوا باللغة الهيروغرافية. مش كل المصريون كانوا ملوك وكهنة، كان في فلاحين وجنود، والستات كان ليهم دور كبير في المجتمع، وكان في نظام عدالة متطور بيحكموه بين الناس. الدين كان جزء أساسي من حياتهم، كانوا بيؤمنوا بآلهة كتير زي رع وأوزوريس، وكانوا شايفين إن في حياة بعد الموت. علشان كده حنطوا موتاهم وبنوا مقابر ضخمة زي وادي الملوك. أثر الحضارة الفرعونية سابت أثر عظيم على البشرية، ولسه لحد النهاردة العالم كله بيجي مصر عشان يشوف عظمتهم بعينه. كل حجر، كل نقش بيحكي حكاية شعب عظيم علمنا يعني ايه حضارة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وما تنسوش الدعاء لأخواتنا في فلسطين، واستنوني في حلقة جديدة. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.